معك سير على الله. تفضل. حسام ناصر، احكي لنا التاريخ ديالك في عهد في العراق والنرويج، يعني تكلم شويه يعني نبدا عن حياتك. الحياة في العراق الآن، الحياة في العراق صعبة جدا. نعم. لأن الآن العراق يمر بأزمة صعبة. يعني 30 مليون عراقي مهدد في أي لحظة بالقتل، فالأمان مفقود 100%. ولذلك الحياة صعبة جدا. والحمد لله أنا أعيش الآن في النرويج في الغربة بعيد عن بلدي. لدينا معاناة طبعا بالغربة، وحبنا لوطننا ما بدينا أن نقدم أي شيء. يعني اللي عايش هناك هو معرض للقتل. هذا الآن الوقت الحاضر في بلدنا. يعني بالنسبه لسيرتكم الزياره ديكم للمغرب، يعني زياره للمغرب يعني. والله سبب زيارتي للمغرب، احنا المغرب هي الدولة الشقيقة العربية، واللي هي الآن الوحيدة من الدول العربية المستقرة، واللي نتمنى لها دائما أن تكون هذا الاستقرار والأمن هو سيد كل شيء. ولذلك نتمنى دولنا العربية كلها تحذو حذو المغرب. لأن الشيء اللي لاحظته في المغرب أن الشعب المغربي كلهم مع الملك يدا بيد، وهذه نقطة مهمة جدا لإسعاد أهل المغرب. متعاونين في كل شيء. أجي أسأل أي مغربي عن النظافة يقول إحنا نساعد الحكومة حتى بلدنا نحافظ عليه نكون نظيف. وهم كل مغربي عنده حب ولاء الوطن وللملك، وهذه نقطة مهمة جدا الآن إحنا نفتقد بها بدولنا. والشيء اللي أيضا اللي خلاني أزور المغرب أيضا تعرفت على الانترنت شاهدت قبل ما أجي، شاهدت دخلت على صفحة المغرب وشاهدت الأخ سفيان العالمي كتاباته، وكنت أتمنى أن ألتقي به. تراسلت مع الأخ سفيان وشرح لي أيضا واقع المغرب الحالي، فصرت متشوق أنا أزور المغرب وإجيت لهنا والحمد لله والشكر. التقيت بالأخ سفيان وأصدقائه الأخ عادل والأخ منديلي. التقيت أيضا وكان ترحاب جميل جدا. وأتمنى في زيارات أخرى أن أزور في مدة أطول، لأن أصبحوا عندي إخوان في هذا البلد الآمن. وأيضا في المغرب، يعني هذا سفيان العالمي هو ينتمي إلى حركة الشباب الملكي. طبعا أنا عرفت الأخ سفيان منتمي إلى حركة الشباب الملكي عن طريق الانترنت، وكان وضح لي شنو دور حركة الشباب الملكي في المغرب. وأيضا أنا بعد ما التقيت في الأخ سفيان تناقشنا حول موضوع حركة الشباب ودعمها للوطن والملك، لأن الآن المغرب محتاج إلى الوطنيين اللي يؤمنون
بروح الوطنية بالبلد، لأنه المغرب الآن كل أنظار الدول العربية متجهة إلها، لأن هي الدولة الوحيدة الآن اللي أصبحت مستقرة وبإمكان أن السياحة أن تنتشر بها بشكل جيد جدا، وهي الآن مفخرة لكل العرب. يعني أنا من جيت الآن في مراكش لاحظت آلاف السائحين من كل دول العالم، وهذه أيضا هذه اللي تنطي طابع جميل جدا لكل الدول العربية، من تشوف السائحين من كل دول العالم موجودين في هذا البلد وكأنه في بلدك. كونك عربي تحس بالفرح، لأن هو سعادة لكل عربي مو فقط للمغربي. نفتخر بأن يكون عندنا بلد يجي سواح من كل العالم تزوره، وهذا فخر. ولاحظت أيضا زيارة الملك إلى مراكش، واللي أعتقد الآن هو أيضا في مراكش، ولاحظت ترحاب أبناء الشعب، الهتافات والرقص النساء بالساحات، كانوا فرحانين بزيارة الملك إلى مدينتهم. فهذه مسألة جدا مهمة لأبناء الوطن العربي كافة، ليس فقط للمغرب. وهذا ما أتمنى البلدي أن يحذو المغرب، لأن المغرب بلد عزيزة على الجميع. أما بالنسبة للصحراء الغربية والبوليساريو، احنا نتمنى أنه يعود الرشد لهم، ويحسون بأن هذا الوطن هو وطنهم الأم، ويكونون يدا بيد لأن يكون لإسعاد هذا البلد، ويكونون نموذج وقدوة لكل الشعب العربي. والمشاكل اللي دا يفتعلها الأجنبي، الدعم الأجنبي هو المؤثر على الصحراء الغربية والمتواجدين من بوليساريو، مثل ما عندنا المشاكل في بلدنا، دعم كردستان ودعم المعارضة وهي كذبة المعارضة، لأنه القاعدة وأمثال القاعدة ناس مجرمين قتلة يذبحون بالجملة، ما تعرف هويتهم منو. ونفس الحالة في سوريا، ما تعرف الجنسيات المختلفة اللي جت تقتل أبناء الشعب. فاللي نتمناه أن يكون أبناء الشعب المغربي، ونتمنى من أخوتنا اللي هم الأخوة الشباب، شباب الملك، أنه دائما يوعون أبناء الشعب كافة الابتعاد عن السياسة والابتعاد عن التطرف الديني، لأن التطرف الديني يبدأون بالصلاة، وبالنهاية يقوم يغذي في أفكار هدامية للبلد. فهذه دور الأخوة الشباب توعية هؤلاء عن الانحراف، وهذه نقطة مهمة نتمناها للشعب المغربي، لأنه نريد أن كل الشعب العربي يقتدي بشباب المغرب ويكونون قدوة. وهذا ما نتمناه، نتمنى أن تنفتح أبواب المغرب على الدول العربية كافة بزيارة هذا البلد العريق، بزيارة هذا البلد الجميل المتطور دائما، ونتمنى كل الخير. بالنسبة لك كنلاحظوا هناك بكثر بأن أنا تعيل بأن الصحراء هي في القديم الزمان صحراء شاملة حتى موريتانيا، يعني صحراء مغربية، أن بلد المغرب في الصحراء كتشمل حتى موريتانيا، يعني الصحراء المغربية عندنا واسعة بتاعنا يعني. اي
هذه الصحراء المغربية وموريتانيا والانفصال اللي صار وصارت دولة بعد التقسيم اللي حصل بعد الحرب العالمية الأولى، وهم اللي الآن هم اللي خسروا. المغرب دولة عريقة قائمة كبيرة، وهم دويلة صغيرة، هم اللي خسروا وهم اللي جاعوا وهم اللي تعبوا. ونتمنى أنه يعودون للأهل من جديد، لأنه هم الآن اللي خسرانين. نتمنى الأخوة اللي أيضا اللي بالصحراء الغربية أن يكون عندهم وعي وأن يكون عندهم فهم. بس ليس الصحراء غربية، هو عبارة عن مدينة صغيرة، يعني فهمت؟ مدينة جزء صغير لا يمثل شيء من الصحراء المغربية. وهم يعني في المغرب هم ليس عندهم تاريخ حاليا، هم حاليا تيارات خارجية محتجزين. المغاربة محتجزون حقوق، يعني فهمت؟ بالضبط، يعني حقوق متاكن. المغاربة انتم محجوزين، لا ظروف اجتماعية قاسية، سكن، حقوق. تكلمني شوية على بوليزاريو، داخل بوليزاريو. هو انت عندك يعني المعاناة داخل بوليزاريو يعني. بالضبط. يعني النساء، الفساد، المجموعة هذه مدعومة من دول أخرى، جائز أن تكون مجاورة أو من دول كالمغرب، كالجزائر عفوا، كالجزائر أو غيرها. فالدول الجزائر ما تريد استقرار المغرب، لأن الآن المغرب هي البلد الوحيدة اللي مستقرة، وحبها للملك وولائها للوطن. فالجزائر بها بلد مشاكل، بها المجموعة القاعدة، وفيها أيضا مجموعة من مجموعات أخرى معادية، الناس المتطرفين من أديان مختلفة. فهذولا يريدون أن يهزون أمن المغرب، يبدوها منين؟ لأن البوليساريو مدعومين من عندهم لقاء ثمن في سبيل تخريب البنية التحتية إلى المغرب. وهذا دور الشباب هنا مهم جدا لتوعية هؤلاء وكسبهم وإعادتهم إلى الصف الوطني في سبيل إخلاصهم لوطنهم هذا. لأن اللي جربناه احنا وقعنا الآن في المشاكل في بلدنا العراق. وراح قلنا هناك يعني بالنسبة أن المغرب خلال أن هناك مشكل في سوريا، تلاحظ أن عندهم حروب، دخلوا إلى الجزائر حاليا، يعني طردوا السوريين والمغرب استقبلهم. ما هو رأيك بصراحة؟ يعني لو نرجع احنا إلى مو فقط العراق احنا بسبب همجية القائد السابق مالنا اللي دمر البلد، دخل البلد في حروب ودمرنا. ونجي ننظر إلى سوريا بعد ما كانت بلد عظيمة الآن محطمة بواسطة هاي التيارات الدينية الكاذبة، واللي خلت آلاف بل ملايين اللي هاجروا من سوريا وذهبوا إلى أكثر الأقطار العربية ومن ضمنها إلى المغرب وأعتقد اللي سمعت فيها أعتقد أنه الجزائر رفض دخولهم إلى الجزائر، بينما المغرب فاتح أبوابه للسوريين. فهذا دعم إلى دخول الأخوة السوريين في المغرب. هذه يعني الآن لو نلاحظ استقرار المغرب هو استقرار للدول العربية، ونتمنى دائما من الأخوة شباب الملك أن دائما يكونون هم في تكوين علاقات مع كل الشباب وفي الكليات وفي المدارس لتوعيتهم وكسب أرواحهم فداء أن يكونون
لوطنهم العزيز وملكهم. بالنسبة بالنسبة لك يعني هل عندك علم بالدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة أثناء الحراك، وكانت يقظة الملك البلاد محمد السادس الذي أعطى لشعب المغربي صياغة دستور بنفسه؟ ما هو رأيك؟ ممتاز. احنا هذا الدستور عرفنا به بسنة 2010 إقامة الدستور في المغرب، وكان الدستور في المغرب من أفضل الدساتير اللي وجدت بالمنطقة العربية. ويعني الآن لو نلاحظ الدساتير اللي صارت عندنا بالدول العربية كلها دساتير فاشلة لا فقط هي دستور المغرب الآن اللي نجح في هذا البلد. والآن كل الشعب المغربي ماشي ومعيد الدستور الجديد، وكلهم مع الدستور. وهذا الدستور هو قانون يلزم به الشعوب لإنجاح وسعادة أبناء البلد. بالنسبة للدستور، هل عندك بعض الفقرات عن الدستور في إطار يؤمن بالديمقراطية يعني بحقوق الإنسان، المواثيق الدولية يعني؟ طبعا هو الدستور ده ينظم الحياة في البلاد من كافة النواحي، من الناحية الديمقراطية والسياسية والعلمية والأدبية والدينية وكل تنظيم الحياة الكاملة في هذا البلد. فالدستور الآن كل الشعب راضي به، وكل الشعب سعيد بهذا الدستور وموافق بعمل الدستور. يختلف يعني هذا الآن يختلف عن الدساتير اللي صارت الجديدة اللي صارت في الوطن العربي. دساتيرنا هي غير متكاملة. نظموا دستور صار عندنا بالعراق قبل سنوات وفاشل ومرفوض، ونفس الشيء صار في مصر وفاشل، وفي سوريا فاشل، وهذه ما نجح. وفي تونس أيضا صار دستور وأيضا فشل. ونلاحظ الآن لحد الآن تونس ضايعة، وأيضا في لبنان وضايعة. الدستور فاشل وعملهم فاشل، فكل البلدان ما بيها استقرار ودستورهم ثبت فشله، ما عدا المغرب اللي نجح دستورها واستقر بالبلد. بالنسبة لك يعني ما هو اسمك الكامل؟ اسمي والعمل بتاعك يعني في المقديش، احكي لنا نبذة عن حياتك شوية. وأنا كنت تاجر بالعراق، أعمل في التجارة. وفي العراق اختطفت من المجرمين ودفعت الفدية، والله خلصني من عندهم. وهذا السبب اللي جعلني أن أترك البلد، يعني بعد تهديدهم اللي وعدة مرات عرضت للقتل، والله خلصني. فصرت مجبور أن أترك البلد وأهاجر. والحمد لله هاجرت إلى النرويج، ولا أنا أعيش بالنرويج، مستقر بالنرويج. بالنسبة في النرويج يعني تم عندك أصدقاء عراقيين أو لا أصدقاء عرب يتكلمون عن المغرب بصراحة بيقظة؟ والله يعني. أنا لي أصدقاء أيضا في النرويج يعملون من سنوات عايشين معي في النرويج، وأصدقاء وكلهم جيدين وكلهم عندهم ولاء للوطن لاحظته. وأيضا أبلغوني يعني قبل مجيء المغرب، قالوا البلد جميل جدا وبإمكانك أن تعيش به أفضل مما أنا تعيش بالنرويج بعد ما تحصل على الجنسية. والحمد لله حصلت على الجنسية، وإن شاء الله أجي في زيارات أخرى إن شاء الله. ويمكن ما أعرف، يمكن في يوم ما أفكر أن أشتري ملك هنا وأستقر بقية حياتي للعيش في المغرب، لأن البلد المغرب أولا نفس ديانة مسلمة، وبلد عربي، وبلد آمن وجميل جدا
ممكن أي إنسان أن يعيش فيه بسعادة ورفاه في هذا البلد. السؤال الأخير هو من ناحية يعني بوليزاريو، هما كي عندهم الأطفال بتاعهم يعني كيكونوهم وعندك علم أنهم كيبيعوهم لكوريا. ما فهمت السؤال. يعني السؤال بوليزاريو ولدهم فكرة واش عندك فكرة بأن هما كان بوليزاريو يكونوا صحراويين صغار وبيعتهم أطفال يبيعوهم لكوريا؟ سمعت عنه؟ أنا لم أسمع عنهم إلا القليل عن هذا الموضوع بيعهم إلى كوريا، لأن صراحة ما متابع هذا الموضوع، ما عندي فكرة عنه بشكل واسع. بيع الأطفال جائز أن يكون من الناحية المادية أو أشياء أخرى، ما هذا السؤال. ما السؤال الأخير اللي غنسولك عليه أنت بمراكش، ما هو رأيك الآن نحن في مدينة مراكش، ما هو رأيك في مدينة مراكش؟ بلد جميل جدا وأخلاق عالية من أبناء الشعب في مراكش، تعاملهم جيد جدا، وبلد أيضا صراحة رخيص، أسعار زهيدة، بإمكان أن السائح يعيش فيه لأن أسعار بالنسبة أنه تعتبر أسعار رمزية، فنعيش فيه برخاء في هذا البلد. وأيضا ابن البلد أيضا راح يكون بالنسبة إلى هذه الأسعار الزهيدة راح يعيش سعيد في بلده. شنو الكلمة الأخيرة في حق صديقك سفيان العالمي، المبدع الحركة الشباب الملكي بالمغرب، وكذلك يعني اتصلت عبر اليوتيوب، وهل هذاك اليوتيوب كان ضجة إعلامية على مستوى دولي؟ والله أنا أتمنى للأخ سفيان كل الخير والتوفيق، ونتمنى أن دائما نسمع عنه إبداعات أكثر وأكثر، لأنه طموح الشباب يزداد يوم بعد يوم، ونتمنى أن تتوسع في مجال عملك للرقي أكثر وأكثر. كل ما تجهد أكثر كل ما تفتح لك فرص أكثر، ونتمنى لك التوفيق باستمرار. بالنسبة لك يعني هل لاحظت بأن هذاك الحركة الشباب منك عبر اليوتيوب واش ضجة في أوروبا، في أمريكا وفي الدول؟ هذاك اليوتيوب اللي أنت دخلتي ليه الآن وشتي باش اتصلتي الآن بهذاك الفيديو، يعني الفيديو تم انتباه ديال قوة أن سفيان العالمي يقول في الفيديو، يقول عاش الملك في المغرب والمغرب العربي وفي الشرق الأوسط وفي العالم. يعني كانت ضجة، كانت هناك حضور قنوات عربية ودولية، ويعني كيفاش شتي بقوة الصراخ الحقيقي والوطني المحضر؟ بالضبط، هو السبب اللي خلاني أزور المغرب، هو هذا الفيديو، هو هذا السبب اللي خلاني أنا أفكر في زيارة المغرب، هو الفيديوهات اللي نازلة عن المغرب، عن الحياة في المغرب، وعن التطور الحاصل في البلد والانعاش الاقتصادي في البلد، هو اللي حفزني أن أزور هذا البلد الآمن العريق. يعني لولا جهود الأخ سفيان في هذا المجال، هو اللي فتح الأبواب في الصحافة في الانترنت. هالإعلام العظيم اللي في الانترنت هو اللي شجعنا أن نزور هذا البلد. بالنسبة لك الآن بحضورك إلى مراكش الحمراء، أو أنك كنت مكلف علما أنك مكلف بالإعلام والتواصل أنذاك في العراق، وكنت مكلف بالفعل أنت إعلامي، وكنت مكلف بالتطوير الإعلامي أنذاك يعني في العراق، يعني الآن شي يعني كلمة شعرية بمناسبة المجيء ديالك مراكش وأهديها للشعب المغربي بمناسبة الكلمة، قفلة شعرية يعني عظيمة، يعني كلمة شعرية. نعم. خليها تجي وحدة. والله أتمنى كل الخير لهذا البلد العريق، أتمناها من كل قلبي،
وكل خير لأخوتنا وأحبتنا في هذا البلد العريق. جئت زائرا من أجل هذا البلد العريق، لي منه كل المحبة والفداء لأخوتنا في هذا البلد العريق، والخاص وبالأخص للملك العزيز الملك محمد السادس، الذي أعطى رونقا وجمالا ووساما لكل العرب. ونحن نتشرف بملككم لأنه هو سعادة المغرب وسعادة العرب كافة. نتمنى لكم كل الخير وللملك كل الخير. شكرا. الله يبارك فيكم ويوفقكم، واحنا شرفنا كبير بكم. واش الكلمة بحق الإعلاميين اللي معك حاليا، الصحفيين سفيان المديلي وعادل حصار؟ والله احنا اتمنى كل الخير للأخوة الصحفيين ودورهم الإعلامي، الدور المشرف، ونتمنى الأخوة والأخ الكبير الملك محمد السادس أن يفرح ويفتخر بهاي النماذج من الأخوة الشباب الملكي في دعمهم أكثر وأكثر لأن يطورون هالبلد هذا في الحركة الشبابية من أجل خدمة هذا البلد. ونتمنى أنه الملك يمكن أن يعطيكم سيارة إعلامية. احنا كان عندنا بالعراق من كنت بالإعلام كان الوزير منطينا سيارة خاصة، وحتى دائما احنا في تجوال دائم للمتابعة، دائما نحتاج واسطة نقل أن نزور هذا المكان وهذا المكان في سبيل حتى نطور الحركة الإعلامية وننشر الحركة الإعلامية وننشر مبادئنا وقيمنا للمجتمع. وهذا ما أتمنى لكم، وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق.